جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الحوارية من برنامج عطر الصباح. أصدرت المديرية العامة للمرور في شمال وشرق سوريا تعليمات حول كيفية الحصول على رخصة القيادة وتجديدها، حول رخصة القيادة ونقاط أخرى بتتعلق بواقع المرور والسلامة المرورية في المنطقة. معنا عبر الهاتف السيد محمود العلي، إدارة مكتب الديوان العام للمرور في إقليم الجزيرة. عبر الهاتف يسعد صباحك أستاذ محمد. يسعد صباحكم بكل خير، حياكم الله. حياك الله وكتير شكر لانضمامك معنا للحديث حول الرخصة ونقاط أخرى بتتعلق بواقع المرور في منطقتنا وفي إقليم الجزيرة. بداية أستاذ محمد، لو تطلعنا والمتابعين ووفقا للمديرية العامة للمرور في شمال وشرق سوريا، كيف يمكن الحصول على رخصة القيادة؟ ما الإجراءات المطلوبة من الراغبين والراغبات؟ بداية يشرفني ويسعدني أن أكون معكم وضمن برنامجكم الجميل، وأحب أرحب بالسادة المستمعين والسائقين الأعزاء. طبعا بالنسبة للحصول على رخصة القيادة، الرخصة أو بين قوسين شهادة السواقة. في عندنا الفئات طبعا خاصة وعمومي. العمومي تشمل الجيم والدال 1 والدال 2 للمركبات الثقيلة. بداية أي سائق أو متقدم يحب الحصول على الشهادة التوجه إلى مدرسة السواقة والتسجيل بملء الأضبار المطلوبة والبيانات المطلوبة وتقديم الفحص المطلوب، وبعد صدور نتائج الفحص يتوجه إلى المكتب وتقديم الورقيات والثبوتيات. نعم. في حال ما اجتاز المتقدم أو المتقدمة للرخصة يعني امتحان أو اختبار النظر، أستاذ محمد، كيف سيتم التعامل معه؟ هل لديه فرصة أخرى أو لديها فرصة أخرى؟ طبعا هناك فرص للتقديم في حال أنه الشخص المتقدم سوف بالبداية يتقدم للفحص العين والإجراءات المتعلقة بالفحص السواقة. وعلى أساسها يتم منح هذا السائق شهادة السواقة تخوله قيادة مركبته. نعم. في حالة ترخيص القيادة على نوع أعلى أو فئة أخرى من السيارات، متى يحق للسائق وتغيير فئة أو نوعية القيادة أو السيارة، وما المطلوب في حالة تغيير الفئة؟ بالنسبة لتغيير الفئة، بداية مثل ما قلنا هناك أول فئة هي الخصوصي، المركبات الخاصة. بده يعدل من شهادته بعد 2 من أخذ أو الحصول على هذه الرخصة، بإمكانه الحصول على شهادة السواقة اللي فيها أعلى وتقديم الورقيات وتقديم الفحص المطلوب والإجراءات المطلوبة. بعد 2 طبعا، على الأقل 2. في حال كان الأمر تجديد القيادة أو تجديد رخصة القيادة، أستاذ محمد، في شيء مطلوب منه؟ بالنسبة للتجديد طبعا، بالنسبة للتجديد هناك إجراءات أخرى. بالنسبة إذا أنا كنت حاصل على شهادة سواقة خاصة ومركبتي خاصة وما أحب أعمم أو أرفع لفئة أعلى، أجدد نفس الشهادة، أتوجه إلى مكتب المدارس، المكاتب المعتمدة في المديرية بالأوراق المطلوبة، وأقوم بتجديد شهادتي وما في أي مشكلة فيها. نعم. لنستفيد من وجودك أستاذ محمد معنا ونتناول نقاط بتتعلق بالقيادة السليمة والسلامة المرورية. بداية، ما هي السرعات المحددة التي يجب الالتزام بها ضمن البلد، ضمن المدينة وخارج المدن؟ طبعا هناك سرعات محددة ضمن البلد، نحن محددين، وفي رادارات متواجدة على كل الطرقات، وفي إشارات تنبيهية على جميع شاخصات طبعا تنبيهية توضح السرعة المطلوبة لكل مركبة. لأنه لا يجوز لمركبة كبيرة أن تقود مثل المركبة الصغيرة. لكل مركبة سرعة محددة بالضبط. هلا في مثلا مدينة قامشلو في الحزام السرعة لا تتجاوز 60 في داخل البلد، لا تتجاوز 40 أو 30. داخل الأسواق احتمال لا تتجاوز 20 حسب
الأزمة المرورية حسب الشارع. مهم. بدي أسأل عن نقطة أخرى أستاذ محمد، هل هناك تفضلي. نقاط أنا أو أماكن يجب عدم صف السيارة أو الحافلة في تلك النقطة؟ أو يمكن السؤال، ما هي الأماكن السليمة لإيقاف السيارة وصفها؟ في أماكن مشار إليها بإشارات مرورية عدم الوقوف مهم. والتوقف، وفي أماكن مشار إليها بعدم التوقف بشكل نهائي، نعم. وفي مواقف أخرى على جانب الطريق يكون باتجاه اليمين نعم. وركن أو صف السيارة بشكل سليم، مم. بحيث المركبة التي تجتازها لا تعرقل سيرها. نعم، لا تحجب الرؤية، وبالتالي لا تؤدي لمشاكل في الأرصفة والشوارع، ومنها الحوادث المرورية طبعا التي نراها تتزايد. أستاذ محمد، لا زالت أو لا زال يسجل حوادث مرورية عندنا في المنطقة. لماذا لا زالت الحوادث تسجل، وما المطلوب خطوة سواء من الجهات المسؤولة كمديرية المرور في شمال وشرق سوريا أو من الناس والسائقين؟ طبعا نتوجه برسالتنا هاي نعم. عبر إذاعتكم الكريمة وعبر وسائل الإعلام عبر التلفاز والبروشورات نعم. إلى تنويه السائقين الحذر والتأني في القيادة نعم. والانتباه عند المفارق وعند المكان تجمع ازدحامات الأشخاص، المدارس، كل ما هو يؤدي إلى الحوادث، الأماكن والأزمات التي تتجمع فيها السيارات والمركبات. توخي الحذر، القيادة بتروي، وبنفس الوقت أن الشخص لا يقود مركبته إذا لم يكن متمكن منها بشكل أها. ميكانيكيا وآليا وشخصيا. نعم. في حال الحصول على الرخصة أيضا يجب أن لا يتم إعطاء تلك السيارة لأحد ما إن لم يكن بحوزته رخصة قيادة من نفس نوع السيارة. مضبوط، هذا بالآونة الأخيرة تم إصدار تعليمات وتعميم بهذه الخصوص، أنه شخص لا يجوز قيادة مركبة لا تخوله قيادتي. كان أنا شخصيا أحمل رخصة قيادة خاصة لمركبة صغيرة وأقوم بقيادة شاحنة قطر أو صهريج أو براد أو لودر، كل ما هو كبير، هذه الشهادة لا تخولني، فيتم مخالفتها وحجزها وتغريم السائق. نعم. ما هي الخطط أو الخطوات التي تضعونها لقادم الأيام المديرية العامة للمرور في شمال وشرق سوريا لتحسين واقع المرور، لزيادة التوعية بأهمية السلامة المرورية واتباع التعليمات الواجب الالتزام بها، مثل ما أشرنا فيما يتعلق بالسرعات، أماكن صف السيارات؟ نوهنا قبل ونعيد عبر إذاعتكم الكريمة أنه التزام السائقين بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن مديرية شمال وشرق سوريا، التزام بالقيادة بالسرعات المطلوبة، التزام بالأضواء بالكشافات، عدم المخالفة، تجنب السرعات الغير مطلوبة حتى في الأماكن اللي كانت مفتوحة أو غير مفتوحة. نعم. ونتمنى السلامة لجميع السائقين والأخوة. نعم، كمديرية مرور أستاذ محمد، ما هي خططكم لتحسين هذا الواقع؟ خططنا هناك عدة خطط ومشاريع للعمل بالتنسيق مع الهيئات والبلديات الأخرى، كوضع إشارات مرورية، إشارات تنبيهية، مطبات، جعل الأماكن لتجنب الازدحامات. هناك مشاريع من أجل الأسواق المزدحمة. نعمل على تجهيز مواقف للمركبات بعيد عن الازدحامات، تجهيز كل مدينة بحزام خارجي تجنب لدخول السيارات والمركبات الشحن الكبيرة. نعم. وكل ما يؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية. نعم. كل الشكر لك أستاذ محمد. في ختام اللقاء إذا بتحب تضيف أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضل. أحب أشكركم على إذاعتكم الكريمة وتوصيل هذا الصوت لجميع السائقين، وأحب أن أكون دائما الشعلة التي تنير
أمام السائقين، ونحن في خدمتكم ليلا ونهارا. كل الشكر لك ولجميع العاملين في المرور في إقليم الجزيرة. الأستاذ محمد محمود العلي، إدارة مكتب الديوان العام للمرور في إقليم الجزيرة، كنت معنا عبر الهاتف. كل الشكر لك.